شكرا للزميلين العزيزين الكابتن حسن العتيبي والكابتن خالد الفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي قنوات الكأس، كان الشمال فاز على الريان 4-2 في الجولة الثانية. استاد أحمد بن علي بيستضيف أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام على بركة الله تقبلوا تحياتي معلق المباراة أحمد الطيب. وأحداث اللقاء قبل الأخير في الجولة رقم 13 أقصى اليمين، 1-على-1، عدى ومر وقف عليها بشكل جميل يا ولد رودري. لعيب بيريرا، لكن ترجع، كان مستني الحارس يطلع له، لكن الحارس شاف ان المسافة ما تسمحش بكده. خلاص برافو. اللعب تحت ضغط العالي اللي عامله لعيبة نادي الشمال. خطأ من محمد صالح في التشديد، تاني مرة خطأ من محمد صالح في التشديد. بغداد بونجاح جاي متعطش للتسجيل، ولكن إلى ضربة المرمى. بداية قوية حلوة، في شجاعة هجومية، في عدد مهاجمين كتير للاعبي نادي الشمال. محمد صالح أخطأ مرتين على غير العادة. يلعب مساحة لمحمد عمر. يا عيني محمد عمر. نقل تاني على طول إلى جاسم جابر. جاسم لعب على طول لفوق. بيريرا اوفرلاب جيتس الخطير، ولكن الى ضربه ركنيه. اتعملت حلوه قوي. نادي الريان مسك المباراه خلاص في الدقيقتين 3 اللي فاتوا. موجود في المدرجات يتابع عشان المنتخب طبعا. دي الكره العاليه فوق، خطر كبير. محمد صالح يا محمد كانت فرصه كبيره، وخطأ من باباكسيك حارس المرمى لنادي الشمال. طلع ماسك الهوا بايديا وتريني ماسك الهوا بايديا يا ابو بكر. وتضيع الفرصه، الاحساس بالمكان. اللاعب البرازيلي موفق جابها هديه، والله هديه يا موفق، يا حارس يا كبير. نعم باباكسيك 29 سنة حارس مرمى، تمركزه كويس، ردة فعله كويس، خروجه من مرماه قفل زوايا المرمى بنسبة كبيرة. فتخيل كل الكلام ده في كسر من الثانية، نجح ان يعمل فوت وورك ويطلع لقدام. برافو حارس مرمى نادي الشمال، تألق سك. ادي ضربة ركنية على الايمن القريب. هو تاني يصر على الإجادة، ويصر على انه يكون هو رجل اللقطات الأخيرة. تصدى لتصويبة مهمة جدا أمامية من جديد. جاسم جابر. يا جاسم لحق نفسه الولد، بسرعه وما تخضش، لان هو لعيب كبير رغم صغر سنه، وكانت فرصه كبيره. تاني نادي الشمال بيحاول يرجع على طول. لاعب نادي الشمال ولاعب نادي الريان ولاعب نادي السد السابق. ادي اقصى اليمين. هنا خطر تيجي للراجل ده. انا اشعر بالخطر بين الخطوط. يا سلام عليك ولد، لا تلمني. متعة وروعة ولعب إيجابي ورتم سريع وروعة. بص من هنا، بص الكلام ده. 1-على-1. بيريرا العكسية عالية فوق، خطر جدا. ولكن حازم شحاتة حمل دوري نجوم بنك الدوحة، دوري كرة القدم القطرية للمحترفين. وأجواء الشوط الأول جاءت الحقيقة بدون أهداف في نهايتها، رغم الإثارة والندية اللي كانت حاضرة بين لاعبي الفريقين، رغم الإنذارات. تدخل الفار. أميد نقل نفسه للشمال. محمد عمر منطلق الولد وجريء، راح قفل عليه معرفش ليه. إلى بغداد. يا لعيب الله. عملها الأسباني الحريف أليكس كويادو بكرة مرتدة بعد عمل تكتيكي عظيم وعمل مهاري كبير. ينجح المهاجم الأسباني ولاعب خط الوسط أليكس كويادو في إحراز أول أهداف اللقاء لنادي الشمال. هدف جميل. برافو بغداد بونجاح، عمل الحقيقة محطة جميلة جدا. فتح زاوية لعب أقصى اليسار. شوف الثقة اللي بيلعب بيها لاعيبة نادي الشمال. يا عيني تصويبة، ولكن أبو نادى على طول. ثم تعادل مرتين مع الغرافة وقطر، ثم خسر من الدحيل. ادي الضربة الركنية عالية فوق، ولكن إلى ضربة المرمى. عود عليه
بغداد، يا سلام على خبرته، يا سلام على خبرته، يعدي من تاني، التاني ولا ايه؟ التاني ولا ايه؟ لا 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 لا، يا لها من عرضة، يا لها من عرضة، تحرم نادي الشمال من هدف تاني. عملها الريان في الشوط الاول، هي نفس العرضة. لو سمحت شوف لنا اللعبة دي. حكم اللقاء مشاهدينا الكرام ينهي أحداث هذا اللقاء الصعب العصيب على الفريقين ب3 نقاط غالية لنادي الشمال. الشمال يستعيد نغمة الانتصارات.